يا مساء الحلويات، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل صنفين كيك كده مع بعض، طريقه سهله خالص وبسيطه. اول صنف معايا كيكه البرتقال، شايفين بقى جمالها؟ لونها تحفه، خفيفه جدا، هشه ما شاء الله عليها زي السكر. وكمان هنعمل مع بعض كيكه الشوكولاته او جاتو شاتو، وكمان هنعمل صوص الشوكولاته مع بعض بطريقه سهله خالص وبسيطه. شايفين الجمال؟ نبدا كده الاول بسم الله. معايا بقى هبدأ بكيكة البرتقال الأول. أنا هعمل 6 كوبايات من الدقيق. معايا 8 بيضات حجم كده حلو كبير، وعليه نص معلقة من الفانيليا السايلة أو الباودر، هتحطي 4 أكياس. طبعا المقادير دي أنا بعملها ل6 كوبايات من الدقيق أو الطحين. على طول أقسم كمية الدقيق نصها سكر، يعني البيض ده هحط له 3 كوبايات من السكر. تمام. طبعا الكوباية اللي بعاير بيها السكر دي هعاير بيها كل المقادير. دلوقتي بقى كده هخلط البيض والفانيليا وثلاث اكواب من السكر مع بعض كده في الخلاط او المضرب الكهربائي او مضرب السلك العادي. هفضل كده اضرب كده من مضرب كتير لحد ما قوامها يفتح كده معايا ويبقى واخد لون كريمي. خلاص كده زي الفل معايا، لون البيض اتغير معايا وبقى كريمي وده المطلوب. دلوقتي بقى معايا هنا محضره عصير برتقان. طبعا انا ضرباه في الخلاط وصفيته بالمصفى بقى ناعم جدا معايا. هنزل كده بثلاث اكواب من عصير البرتقان. طبعا ده عصير برتقان، مش ضايفاله لا ميه ولا سكر، يعني برتقان كده خام بدون ميه وبدون سكر. طيب معايا بقى هنا ايه؟ كيس كده اللي هو تانج، اللي هو بطعم البرتقان، بودره البرتقان. ده طبعا متوفر عند اي عطار او سوبر ماركت. ده بضيفه كده بالذات في كيكه البرتقان، بتبقى تحفه، بيعزز اللون والطعم وكمان لون العجينه. وكمان كوبايه واحده من الزيت. عايزه تحطي كوبايه ونص تمام، انا حبيت احط كوبايه واحده، انا حباها تكون خفيفه كده ما تبقاش دسمه قوي. اخلطهم برده كده شويه كده بالمضرب. يبقى كده اول حاجه معايا 8 بيضات، نص معلقه فانيليا سايله، عليهم 3 اكواب سكر اضربهم كويس جدا. انزل بعدها 3 اكواب من عصير البرتقال خام، مش ضايفه له اي حاجه، وكمان كوبايه زيت وكيس من التانج اللي هو البرتقال البودر. معايا بقى هنا بشرط كده نص برتقانيه، يعني حوالي معلقه صغنطوطه كده من قشر البرتقال، تدي ريحه تحفه. خلاص كده بجد يعني عجينه بتاعت كيك رهيبه. معايا بقى هنا المنخل، لازم يكون منخل كده للدقيق. كل ما بتنخلي الدقيق بتاع الكيك كل ما بيخليها هشه معاكي وخفيفه جدا. بصوا كده انا بوريكم معيار الكوبايه، هي برضو اللي انا عايرت بيها الزيت والايه والعصير والسكر، بس انا جبت واحده نضيفه. طبعا دلوقتي عاير بيها الدقيق او الطحين. هاخد كده 6 اكواب من الدقيق. ده كده اول كوبايه. هنخل كده 6 اكواب. هاجي بقى على اخر كوبايه اللي هحط فيها اللي هو البيكنج باودر، وكمان رشه كده بسيطه او ذره بسيطه من الملح. كده اخر كوبايه اهي، انا ضفت كده 5. دي اخر كوبايه. هضيف لها بقى كيسين من البيكنج باودر اللي هو حجمه 16 جرام، هضيفه كده على اخر كوبايه. ان شاء الله سايبه لكم المقادير بتاعه صينيه واحده، اللي هي مقادير 3 اكواب، في صندوق الوصف مثبته، بحيث اللي عايزه تعمل صينيه صغيره كده مفيش مشكله. ضفت بقى كده مع البيكنج باودر والدقيق ذره كده من الملح، يعني رشه بسيطه. خلاص كده زي الفل معايا. نجيب بقى كده المضرب، هلف بس كده الدقيق كده الاول، علشان لو شغلت المضرب على طول هيطير لي بقى ايه الدقيق. هعجن بقى كده الخليط كده مع بعض كله. واهم حاجه في عجن الكيك لازم تكون في اتجاه واحد، يعني اعجن في اتجاه واحد، ما ينفعش ارجع تاني عكس الاتجاه. تمام؟ بتخرج الهواء كله من الكيك. فانا ما تيجي تعجنيه زي ما انتم شايفين كده في الفيديو، بحرك كده الطبق في اتجاه واحد. ما شاء الله العجينه مقاديرها مظبوطه مليون في الميه. ريحتها طبعا ما اقولكوش بقى، ريحه البرتقال كده خطيره. قشر البرتقال مع عصير التلج فظيعه بجد. معايا بقى هنا الصواني، دهنتها طبعا ايه، دهنه كده من السمنه البلدي او الزبده، نطعمها بقى كده وتخليها تحفه. هنزل كده بنص المقادير هنا في الصينيه، والصينيه التانية نفس النظام. الصينيه اللي معايا دي مقاس 30. تمام. دلوقتي بقى شغلت فرن البوتاجاز على 180. طبعا هدفيه كده الاول، وبعد كده هنزل بالصواني على شبكه الفرن في الرف الاوسط درجه حراره 180. اول ما يظهر معايا ريحه الكيك كده بالظبط بالظبط نص ساعه 30 دقيقه بتكون استوت معاكي، تفتحي عليها الفرن ويبقى معاكي زي الفل. تعالوا بقى نعمل كيكه الشوكولاته او كيكه جاتو شاتو. معايا بالظبط كده 5 حبات من البيض، عليهم كوبايه سكر، عليهم ربع معلقه صغيره كده من الفانيليا.
طبعا هخلط بقى كده الاول مع بعضه السكر والبيض والفانيليا لحد برضو ما قوامه كده يبقى حلو معايا كريمي، والبيض كده لونه يتغير يفتحي معايا. خلاص زي الفل كده معايا بقى هنا الحليب او اللبن. هضيف كده كوبايتين اتنين من الحليب او اللبن. ومعايا كمان هنا الزيت، كوبايه مطرح اللبن هعاير بيها كل المقادير. نص كوبايه من الزيت، اديهم برضو كده ضربه كده سريعه بالمضرب. يبقى 5 حبات من البيض، عليهم ربع معلقه صغيره من الفانيليا، وعليهم كوب من السكر. هخلطهم مع بعض كويس جدا، وبعد كده هنزل بنص كوبايه زيت وكوبايتين من الحليب. خلاص كده معايا زي الفل. معايا بقى هنا الدقيق او الطحين بتاعي، هستخدم 4 اكواب كده من الدقيق. بس انا هاخد 3 اكواب ونص من الدقيق، والنص التاني هاخده كاكاو خام. تمام. يبقى كده هاخد 3 اكواب ونص من الدقيق الابيض، والنص التاني هاخده من الكاكاو. كده اخر حاجه كده كوبايه ونص. انا حاطط كوبايتين، وفي المنخل ده كوبايه ونص. هضيف بقى النص التاني ايه كاكاو خام، حوالي كده 3 معالق كبار من الكاكاو. طبعا ما يكون خام افضل بكتير من المحلي. وعليهم بقى كيس بيكنج باودر وذره ملح. باجي كده دايما في اخر كوبايه من الدقيق او الطحين بضيف معاه ذره الملح، وكمان البيكنج باودر، وكمان ضفت الكاكاو. يبقى بالظبط معايا 4 اكواب من الدقيق، بستخدم منهم 3 اكواب ونص، وباخد النص تاني كاكاو. معايا هنا بقى الشوكولات بتاعي، اي نوع شوكولات انت حباه. النوع ده طلع مش حلو خالص معايا صراحه. ده اللي هو دريم، بس مش عارفه ما عجبنيش الصراحه. اخدت منه كده مكعبين، ضفتهم كده على الخليط. هضرب بقى كل ده مع بعض كده برضو في اتجاه واحد. ما شاء الله العجينه تحفه، مقاديرها مظبوطه جدا معايا. هجيب بقى كده الصينيه بتاعتي. بصوا كده قوام العجينه. طبعا بقى في قلبها كده الحبيبات بتاعه الشوكليت جميله جدا، وبجد كانت سايحه كده ودايبه فيها. معانا بقى الصينيه دي، صينيه اللي هي مربعه. هدهنها برضو كده دهنه كده من السمنه البلدي او الزبده على حسب ما تحبي يعني. هنزل بقى كده بالعجينه كلها. المقدار ده عمل لي الصينيه مقاس 34. تمام. نفس النظام برضو، درجه حراره 180 على الرف الاوسط. نص ساعه برضو بفتح على الفرن، بتبقى زي الفل معايا. هنعمل بقى كده حمام مائي للشوكليت بتاعي عشان يسيح. معايا ميه كده في الكسرولة غليت معايا. وبحط كده في طبق او قلايه اي حاجه، وبضيف كده ربع كوبايه من الحليب عليه. مفيش دقايق وبتلاقي الشوكليت كده ساح خالص. بصوا ساح جدا معايا. بضيف بقى كده معلقه كبيره من الزبده. الزبده بتدي لمعه كده للشوكليت، بتخليها لمعه كده وجميله قوي وناعمه. بس نوع الشوكليت ده ما عجبنيش خالص. تعالوا بقى نعمل الشوكليت اللي هو العادي بتاع الجاتو شاتو، اللي هو الاقتصادي العادي خالص. معايا هنا نص كوبايه زيت. يعتبر المقادير كلها تبقى كده انصاص: نص كوبايه زيت، نص كوبايه من الحليب، نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الكاكاو الخام. كلها كده زي بعض. وكمان ربع معلقه صغنطوطه كده من الفانيليا. ده بقى اللي هي الشوكليت اللي هو الاقتصادي، لو انت مش حابه تضيفي الشوكليت اللي هو التاني. هحط بقى كده اخر حاجه الفانيليا. طبعا بقى ريحه الكيكات ما شاء الله ظهرت جدا في الفرن، ريحتها تحفه. وكمان خرجنا الكيكه البني السكر بتاعتنا ما شاء الله تجنن. والصواني الكيك بالبرتقال ريحتها مش قادره اقول لكم، بجد جربوها. كيكه البرتقال بالتنك بقشر البرتقال بتفرق جدا في الطعم، احلى من الجاهز مليون مره. هخلط بقى كويس جدا الشوكليت ده. بصوا بقى قوامه جميل جدا، وما شاء الله مقاديره مظبوطه، كل حاجه كده نصاص هتعدل معاكي المقادير. ضفت لها بقى الشوكليت اللي انا سيحته، حبيت يعني اعززها كده بطعم الشوكولاته الخام. دي صراحه بتفرق برده في الطعم جدا كمان. ويا سلام بقى لو عندك نوتيلا، تضيف لها بقى معلقه نوتيلا بدل الشوكليت اللي انا سيحته. احيانا بعملها كده. بصوا ايه رايكم في قوامها؟ تعالوا بقى كده نشوف بقى الكيكه بتاعتنا البني، طبعا لسه سخنه. بخله كده او بشوكه او بسكينه اي حاجه. غرزيها كده الخرام كلها، وانزلي على طول بكوبايه من الحليب. الحليب ده يعني بارد خالص وغير محلي. تمام.
على طول يعني هتشربها، لاني طبعا خرمتها. وهنزل بقى برضو بالشوكولات كده. طبعا انا ما ريحتش الشوكولات بتاعي في التلاجة، انا اشتغلت كده على طول مع بعض كله. طبعا ما بسيبيه في التلاجة بيسقع بقى، وقوامه بيتقل قوي كمان معاكي، بيبقى قوامه اتقل من كده بكتير كمان. بس هو كده ما شاء الله يعني مظبوط قوي معايا. بصوا بقى واخد لون لامع ازاي. طبعا بقى ضايفاله اللي هو الشوكولات العادي اللي هو الاقتصادي، ضفت له نص كوبايه زيت، لكن التاني ضايفاله معلقه زبده. مش لازم تحطي شوكولات زيي، لا خالص. يعني اعملي الشوكولات الاقتصادي واعملي بيها بتبقى زي الفل. ايه رايكم بقى في السكر ده؟ يا خراشي على لونها فظيعه، حياة ربنا زي السكر. بصوا بقى الصواني، ما شاء الله حاجه بجد عظيمه عظيمه. اسفنج كده معايا ريحتها خطيره. تعالوا بقى كده نوريكم بقى قلبها عامل ازاي من جوه. الناس اللي بتشتكي دايما من غمقان العجينه بتاعه الكيك، شايفين بقى والله ما حاطه خل ولا اي حاجه. ما شاء الله لونه يجنن. بصوا اسفنج كده صفرة واخده لون حلو قوي. والتانية كمان اهي ما شاء الله، يعني شايفين حركه السكينه، الكيك كده ملبن معايا ما شاء الله. بصوا ايه رايكم؟ تسويه تجنن. اسفنج كده خفيف كده معايا بطريقه غير عاديه. شوف بقى التانية كيكه الشوكولاته او جاتو شاتو زي ما تسموه بقى. بسم الله، طبعا لسه دافيه شويه. باذن الله يا بنات سايبه لكم المقادير في صندوق الوصف بالنسبه للقناه، وكمان مثبته في اول التعليقات على صفحتي على الفيسبوك. شايفين بقى جمال، غرقانه كده في صوص الشوكولاته فظيعه يعني زي السكر بجد. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. حفظ الرحمن، سلام عليكم.